السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وبعد غياب رجعنا تاني بوصفة لذيذة جدا، والأطفال اللي ما بتحبش النوع ده من الخضار هتاكلوا بالطريقة دي وهتحبوا جدا، لأن فعلا كان طعمه جميل جدا جدا جدا. يلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة. أول حاجة هنصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا معايا هنا كيلو من الكوسة، طبعًا غسلته وشِلت الراس بتاعتها كده من تحت ومن فوق، وكمان معايا بطاطسايتين، عايزة تزوّدي البطاطس براحتك، بتجيبي البطاطسايتين وتقشّريهم، والكوسة برضه بتغسليها وتقمّعيها كده من فوق ومن تحت، وبعد كده بتقطّعيها زي ما أنتِ شايفة بالشكل ده، أو حلقات مدوّرة، بس أنا باحب الشكل اللي هو بيبقى جاي بميل كده شوية، بيبقى شكله حلو يعني في الأكل في الطبيخ. أنا هنا كده قطّعت الكوسة كلّها، وكمان هاقطّع البطاطسايتين زي ما حضرتِك شايفة كده، حلقات مش تخينة أوي، يعني تكون وسط. وبعد كده تبِّلت الكوسة والبطاطس بملح، يعني بحاجة بسيطة كده ما تكتّريش، عشان لسه بقية الوصفة هيتحط في كل حاجة ملح عشان تطلع مضبوطة بكل المقادير في كل حاجة من مكونات الوصفة، ملح وفلفل وشوية بابريكا على النوعين من الخضار، البطاطس والكوسة. وعلى طول، على طول حمّرتهم. لسه هاجيب لِك دلوقتي الحتّة بتاعة التحمير يعني. هنا معايا بصلتين هاجهّزهم كده للعصاج. العصاج طبعًا مش محتاج يعني إن أنا أصوّره يعني بإتقان، كده عارفين كُلّنا العصاج بيتعمل إزاي، بس برضه عشان البنات اللي لسه صغيّرين وبادئين يدخلوا المطبخ. أنا جِبت هنا البصلة كده في حبّة زيت، هادبّلها بس، هاخلّيها دبلانة كده اللي هو اللون الشفاف. حطيت لها شوية ملح عشان تدبل بسرعة، أهي بالمنظر ده كده تكون لونها شفاف. وبعد كده هاجيبها على جنب، وهانزّل اللحمة المفرومة معايا تاخد صدمة. ده ربع كيلو لحمة مفرومة، الوصفة مش هتحتاج أكتر من كده، بس لو انتِ هتعملي كمية أكبر من الكوسة والبطاطس زوّدي اللحمة المفرومة معاكِ. اللحمة بس تغيّر لونها واخلطها بعد كده مع البصل واضيف التوابل. أهو ملح وفلفل، وقلّبتها وغطيت عليها لحد ما تستوي. وبعد كده خلّيتها على جنب بقى متغطية كده على عين تانية، وهاحضّر بقى الكوسة. حطيت معلقتين زيت، وبعد كده باشوّحها في الزيت كده لحد ما تاخد اللون اللي هو بتاع الشوي شوية، أو إن هي خلاص بدأت تستوي. وغطيت عليها، الكوسة كده هتنزّل مَيّتها، هتسوي نفسها بنفسها، وتاخد اللون اللي هو الهادي بتاع الشواء ده، بتاع التشويح. وأتأكد جدًا بشوكة كده أجسّها، لو استوت خلاص أطفي عليها، ما استوتش سيبيها لحد أمّا تستوي شوية أو قبل السِوَى بشوية، عشان لسه هتدخل الفرن تكمّل سواها كمان. هنا بقى حضّرت البشاميل، وطبعًا كلّنا عارفين البشاميل، معلقتين دقيق مع مكعبين زبدة، أو برضه حسب ما أنتِ هتعملي الكمية بتاعة البشاميل، وحطيت لتر من اللبن الحليب. وبتزوّدي برضه الملح بتاعِك، الفلفل، بتضبطي كل ده على حسب الكمية اللي أنتِ بتعمليها. طبعًا بنحط حاجة بسيطة في الأول وتدوقي، لقيتِ الطعم كويس خلاص ما بتزوّديش ملح، عايزة ملح بتزوّدي ملح، المهم تكوني مخلّية الملح في كل مقادير الوصفة مضبوط في كل حاجة. بعد كده بعد ما البشاميل اتعمل كنت أنا شغّلت هنا الفرن، وجِبت هنا صينية كده أو طاجن أي حاجة متاحة عندك، وحطيت بشاميل حطيت زيت كده في أرضية الصينية، وبعد كده بشاميل، وبعد كده رصيت من البطاطس والكوسة كده في أرضية الصينية. وبعدين هاضيف بقى العصاج كده. ممكن الوصفة دي تتعمل على فكرة بالسجق، بالبسطرمة، مش شرط العصاج المفروم بس، ممكن تتعمل بالشرايح ال الشاورما بتاعة الفراخ، تبقى جميلة أوي، أو شيش طاووق، تبقى طعمها حلو. وبعد كده بعد ما حطيت العصاج
هضيف بقى بقية البطاطس والكوسة. طبعا ليكي حرية ان انتي تزودي الكمية بتاعة الخضار، يعني تزودي البطاطس تزودي الكوسة براحتك. وبعد ما رصيتهم كده جبت البشاميل بقى بقيته. البشاميل اللي مبيبقاش تقيل قوي، بيبقى ما بين البنين كده، وضفته على الوصفة من فوق. على فكرة السودة دي بصلة، ما هياش حاجة يعني. وبعد كده بهز الصينية كده عشان بس البشاميل يتغلغل كده تحت. وبعد كده دخلته في الفرن على درجة حرارة 200 ربع ساعة في رف وسط. وبعد كده طفيت الفرن وشغلت الشواية تاخد لون. الطعم بقى مش قادرة اقول لكم حكاية، تاكليها مع عيش تاكليها مع رز، الاتنين بيبقى طعمهم حلو مع الوصفة دي. الاطفال اللي ما بتحبش الكوسة هتحبها جدا بالوصفة دي، وهتطلبها منك كمان. زي ما حضرتك شايفة كده الوصفة جميلة جدا. ولو وصلتي لحد هنا بقى وعجبك الفيديو، ياريت ما تنسيش الاشتراك واللايك، وكمان تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شايفين الجمال؟ ما شاء الله، وصفة جميلة طعمها جميل، جربيها بطريقتي هتعجبك جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.